السلام عليكم. أنا اسمي أحمد وأنت بتسمع بودكاست قصص ميز. Лечу, лечу, да я в тот лесок ку-ку. Лечу, лечу, да я в тот лесок ку-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 ку. Кошечка. أهلا بيكم في الحلقة رقم 14 من الموسم الجديد من قصص ميز. في آخر الحلقة هيحصل حدث هيغير معنى الحلقة كلها وهيخليك ترجع تسمع الحلقة من الأول بمنظور مختلف. اسم حلقة النهاردة اللعبة المميتة. ومن غير ما أطول عليكم يلا بينا نبدأ. حياة بيجي كار ما كانتش سهلة. هي اتولدت سنة 1947 في مدينة صغيرة في ولاية فلوريدا لأب وأم مصابين بمرض السم، وحالتهم المادية كانت منعدمة، وده اللي خلى بيجي تشتغل من وهي صغيرة. ولكن كل الشغل اللي كانت بتلاقيه كان يا إما ما بيدفعش كويس أو خطر، زي ورديات ليلية في محطات بنزين في أماكن مقطوعة. ولكنها عمرها ما اشتكت، وكانت بتقبل أي وظيفة تجيلها لأن هي وعيلتها كانوا محتاجين الفلوس. وكانت بتشتغل في أي وظيفة خطر، وكانت بتحاول تبين نفسها إنها قوية قدام الناس عشان محدش يفكر يضايقها. وبالرغم من حجمها الصغير إلا إن كل زمايلها كانوا عارفين إن هما ما يضايقوهاش. ولكن شخصيتها دي زي ما بعدت عنها أي حد عايز يأذيها، إلا إنها برضه بعدت عنها أي حد عايز يتجوزها. ولكن في الآخر قابلت راجل وحبته واتجوزوا وخلفوا 3 أطفال. وبعد فترة قصيرة كل حاجة انهارت، وفي منتصف التمانينات اتطلقوا، وبقت أم مطلقة ل3 أطفال وشغالة طول الوقت كنادلة في مطعم عشان تصرف عليهم. وفي الفترة دي أولادها بدأوا يلاحظوا إن هي بدأت تبقى حزينة. أولادها كانوا بيحبوها وكانوا متضايقين إنهم شايفينها حزينة، وكانوا بيتمنوا إنها تتجوز عشان ده ممكن يخليها تخرج من حالة الاكتئاب اللي كانت فيها. وفعلا في نهاية سنة 1987 ده اللي حصل. في السنة دي بيجي قابلت بيري إلين، واللي كان شبهها في حاجات كتير. كان لسه مطلق مراته وعنده طفلين مراهقين، وكان زي بيجي وهو صغير اضطر يشتغل. ولما بيجي عرفته كان هو عايش مع ولاده في مدينة صغيرة اسمها التورس في ولاية فلوريدا، وكان شغال في شركة فوسفات. في الفترة دي أولاد بيجي لاحظوا إنها بدأت تكون سعيدة. وبعد فترة قصيرة وفي شهر إبريل سنة 1988 بيري وبيجي اتجوزوا. وهنا بيجي وأولادها ال3 اتنقلوا لبيت بيري وأولاده في مدينة التورس. لفترة كانوا كلهم سعداء، ولكن بعد شهور بدأ بيري وبيجي يكون عندهم مشاكل وبدأوا يكرهوا بعض. واللي زود الموضوع إن كان في إشاعات في المدينة، واللي كانت مدينة صغيرة والإشاعات بتلف فيها بسهولة، إن بيري بيخون بيجي. لكنه نفى الكلام ده كله لما سألته، ولكن بيجي كانت مصدقة الإشاعات. وخناقاتهم بدأت تكتر وتكون أسوأ، وكل ما كانوا بيتخانقوا كانت العيلة كلها بتتدمر بالراحة. أولاد بيجي بيجوا مع والدتهم وأولاد بيري بيجوا مع والدهم، وكان من الواضح إن جوازهم هينتهي قريب. ولكن قبل ده ما يحصل، حصل حاجة غيرت المواضيع كلها وربطت العيلتين دول للأبد. Куда летишь, да кукушечка, ку-ку? في آخر شهر أكتوبر من سنة 1988، واللي كان بعد 7 شهور من جوازهم، بيري صحي من النوم في يوم من الأيام وقال لبيجي إن هو هيروح يصطاد وهيغيب طول اليوم. الرحلة دي ما كانتش متخطط لها، ولكنه كان عايز يسيب البيت ويكون لوحده. وفي الحقيقة هما الاتنين ما كانوش عايزين يكونوا مع بعض في مكان واحد، فبيجي سابته يروح. وفعلا بيري ركب عربيته ومشي. وبعد شوية بيجي وبنتها سيسي خدوا حاجتهم وركبوا عربية بيجي وراحوا لوسط المدينة للمطعم اللي هما الاتنين كانوا شغالين فيه. ووصلوا للمطعم وبدأوا ورديتهم.
ولكن في خلال الوردية دي بيجي لاحظت إن قلبها بدأ تزداد عدد ضرباته، بالرغم إنها ما كانتش بتعمل أي مجهود في الوقت ده. في الأول حاولت تتجاهل الموضوع، ولكن قلبها فضل يدق بسرعة. هنا راحت الحمام بتاع المطعم وحاولت تهدي نفسها، ولكن قلبها فضل زي ما هو. وكمان بدأت تحس إن رجليها وإيديها بيترعشوا. هنا بيجي بدأت تفكر إن ممكن يكون جالها أزمة قلبية، فخرجت من الحمام وراحت لبنتها وقالت لها إنها مش كويسة، وإنها هتروح البيت وتحاول تنام شوية عشان تتحسن، وإنها لو ما اتحسنتش هتبقى تروح المستشفى. سيسي كانت قلقانة، ولكنها كانت عارفة إن والدتها قوية، فقالت لها تبقى تتصل بيها لو فضلت تعبانة، وإنها هتطمن عليها بعد شوية. وفعلا بيجي روحت بيتها واللي ما كانش فيه أي حد في الوقت ده، ودخلت أوضتها عشان تحاول تنام. وبعد فترة ابنها دوين جه من المدرسة بتاعته، ولما دخل البيت ولقى والدته نايمة استغرب، لأن دي مش من عاداتها تماما، فقلق عليها وراح عشان يطمن عليها. ولكن أول ما شافها اتخض، وشها كان مصفر تماما وكانت عرقانة، وكان واضح إنها في ألم شديد جدا وبتحاول تقاوم. دوين قلق، ولكنها قالت له إنها هتكون كويسة وإنها محتاجة تنام، ولأنه عارف والدته وإنها صعب تغير رأيها فقال لها لو هي محتاجة حاجة تبقى تنادي عليه. ولكن لما لف وجه يخرج من الأوضة بيجي نادت عليه وقالت له إنها مش قادرة تتحمل أكتر، وإن هي حاسة كأن حد ولع في عروقها وإن في حريقة في جسمها كله. هنا دوين قال لها إنها لازم تروح المستشفى بسرعة. وفي نفس الوقت ده وهما الاتنين بيتكلموا بيري كان رجع من رحلة الصيد، وبمجرد ما دخل البيت دوين جري عليه وقال له إن والدته تعبانة، ولكن بيري قال له إنها أكيد عندها برد وإنها هتكون كويسة. ولكنه لما دخل أوضة النوم وشاف بيجي في الحالة دي قال إنهم لازم يروحوا المستشفى بسرعة، وفعلا شالها وحطها في عربيته ووداها للمستشفى. ولما وصلت المستشفى ما كانتش قادرة تتكلم من كمية الألم اللي عندها. الدكاترة بدأوا يسألوا العيلة واللي كانوا اتجمعوا في المستشفى لو عندهم أي فكرة عن اللي عمل كده فيها، ولكنهم كلهم قالوا لأ. ولأن الدكاترة ما كانوش عارفين يخلوها تتكلم وتقول اللي عندها، فبدأوا يعملوا لها كل التحاليل الممكنة عشان يعرفوا هي عندها إيه. ولكن كل التحاليل طلعت طبيعية وإن ما فيهاش حاجة. الدكاترة كانوا مستغربين لأنهم شايفين بيجي قدامهم بتتألم، ولكن كل التحاليل مبينة إنها طبيعية. ولأن ما كانش عندهم حل تاني فحطوها في أوضة وبدأوا يراقبوا حالتها. وبعد 3 أيام حالة بيجي بدأت تتحسن بدرجة بسيطة وبدأت تتكلم. بعد كده خرجت من المستشفى، ولما روحت كانت أحسن. ولكن في خلال 24 ساعة الحالة كلها رجعت لها من الأول، وبدأ قلبها يدق بدرجة عنيفة، وكانت حاسة إن عروقها بتتحرق. هنا العيلة كلها كانت قلقانة، ولكنهم كانوا عارفين إن الدكاترة مش هيعملوا أي حاجة، عشان كده قرروا إنها تكون في البيت لحد ما تتحسن زي آخر مرة. ولكن على مدار الأيام اللي بعد كده حالة بيجي بقت أسوأ بكتير، وما بقتش عارفة تتكلم وكانت بتصرخ من الألم. وفي 30 أكتوبر واللي كان بعد 10 أيام من أول مرة بيجي جالها الحالة دي، العيلة قررت إنها لازم تروح المستشفى. اتصلوا بالإسعاف واللي نقلتها للمستشفى. ولما راحت هناك الدكاترة كانوا فاكرينها من الأسبوع اللي فات، وكانوا عارفين إن حالتها غامضة. ولكن عشان يتأكدوا عملوا لها كل التحاليل والإشعاعات الممكنة، ولكن كل النتائج كانت طبيعية. وقرروا يعملوا لها تحليل للتسمم، ولكن التحليل كان سلبي. ولأنهم ما كانش عندهم حل فنقلوها الأوضة في المستشفى عشان يحطوها تحت الملاحظة. وطول الليل المرضى في المستشفى كانوا سامعين صريخ بيجي من الأوضة بتاعتها. وفي اليوم اللي بعده الحالة كلها بقت أسوأ، مش بس البيجي ولكن لبقية العيلة. في اليوم ده الصبح دوين وابن بيري واللي كان اسمه ترافيس هما الاتنين دخلوا نفس المستشفى عشان جات لهم نفس الأعراض اللي عند بيجي. قلبهم كان بيدق بسرعة غير طبيعية، وكانوا في دوخة، وإيديهم ورجليهم كانوا بيترعشوا. الدكاترة عملوا لهم كل التحليلات والإشاعات زي بيجي، ولكن النتائج كلها كانت طبيعية.
ولكن بعد فترة من وجودهم في المستشفى كان في دكتور أعصاب لاحظ حالة بيجي، ولما بص عليها فجأة افتكر حاجة كان ناسيها من أيام دراسته في كلية الطب. وهنا عرف إيه اللي حصل لهم، وبسرعة راح قال لبقية الدكاترة، وراحوا جابوا نوع خاص جدا من أجهزة التحليل واللي الدكاترة نادرا ما بيستخدموه، وعملوا التحليل ده لدوين وترافيس وبيجي. وفعلا في اليوم اللي بعده النتائج طلعت إيجابية للتلاتة. Куда летишь, да кукушечка, ку-ку? وبالرغم من وجود علاج للحالة دي إلا إن بالنسبة لبيجي كانت الحالة اتأخرت جدا، لدرجة إنهم حتى لو ادوها الدواء برضه هتموت. وفي اليوم ده الدكاترة راحوا لبيجي وقالوا لها إنها للأسف ما عندهاش فترة طويلة، وإنهم هيحاولوا يزودوا لها مسكنات وهيحاولوا ينقذوا بقية عيلتها. وبعد بيجي ما عرفت الأخبار بفترة قصيرة راحت في غيبوبة. وبعد 4 شهور وتحديدا في 3 مارس 1989 عيلتها قرروا إنهم يفصلوا عنها جهاز الإنعاش. وهنا ماتت بيجي. وبالنسبة لدوين ففضل في المستشفى لمدة 2 شهر وخف تماما. وبالنسبة لترافيس ففضل في المستشفى لمدة 6 شهور، ولكن بقى عنده نوع من الشلل واللي خلاه مش قادر يمشي بشكل طبيعي. وبالرغم من إن كل الناس كانوا عارفين في الوقت ده إيه اللي حصل للعيلة، لكن السؤال كان هو ليه حصل لهم كده وإزاي. ولكن بعد موت بيجي بفترة قصيرة اللغز ده بدأ يوضح في واحدة من أغرب الطرق الممكنة. Куда летишь, да кукушечка, ку-ку? Куда летишь, да ты серая, في منظمة دولية اسمها منسا. المنظمة دي عبارة عن مجتمع للأشخاص فائقي الذكاء، وعلشان حد يدخل المجموعة دي لازم يثبت إن معدل ذكائه من ضمن أعلى 2% من معدل ذكاء البشر، وحتى هنا ممكن ما يكونش ذكي كفاية علشان يتقبل. وفي نفس المدينة اللي كانت عايشة فيها بيجي وبيري كان في مكان المنظمة دي بيتجمعوا فيه، وكانت المنظمة بتتجمع مرة كل شهر ويكونوا مغامرة كنوع من النشاطات، واللي غالبا بيكون ليها علاقة بالتفكير والذكاء وسرعة البديهة. وفي المكان ده في مدينة التورس كان أعضاء المنظمة بيتجمعوا كل شهر ويحاولوا يحلوا لغز جريمة قتل، واللي بتكون مجرد تمثيل. واحد من المنظمة بيكون مسؤول إنه يكتب أحداث الجريمة وتفاصيلها، وباقي الأعضاء بيحاولوا يحلوا القضية وهما متقمصين الشخصيات اللي مكتوبة لهم. وقبل أسبوعين من موت بيجي، واللي كان في وقت ما من شهر إبريل سنة 1989، تم قبول فرد عبقري جديد في المنظمة دي في نفس المدينة، وكان اسمها شيري جوين، واللي كانت في منتصف العمر وكانت هربانة من ولاية تكساس علشان تبعد عن جوزها. ولما اتقابلت في المجموعة كان واضح إنها عايزة تكون صداقات، وتحديدا مع شخصين معينين في المجموعة دي، واللي كانوا ديانا كار، واللي اسمها مجرد تشابه مع عيلة بيجي وملوش علاقة بيهم، وجوزها جورج تريبال. ديانا كانت جراحة عظام ناجحة وكان عندها عيادة خاصة في المدينة، وجورج كان مبرمج كمبيوتر وعنده شهادات كتير جدا، وكانوا بالصدفة عايشين في البيت اللي جنب بيجي وعيلتها وكانوا جيرانهم. وبالرغم من محاولات شيري العديدة إنها تصاحبهم إلا إن هم كانوا شايفين الموضوع عادي، وقالوا إنها عايشة لوحدها في المدينة وهربانة من ولاية تانية، فأكيد عايزة تتعرف على ناس جديدة وتعمل صداقات. وفعلا بقوا أصدقائها. وفي نفس الشهر اللي شيري اتقابلت فيه في المجموعة تم اختيار جورج وديانا عشان يرتبوا للجريمة اللي المفروض المجموعة تحاول تحلها، وكان عليهم عمل سيناريو وشخصيات للجريمة.
وفعلا هما الاتنين بدأوا يجهزوا للقضية وحاولوا يخلوها معقدة على قد ما يقدروا. وجورج كان هو المسؤول عن طريقة القتل اللي بتموت بيها الضحية في السيناريو ده، وكان بيحاول يصعب الموضوع على قد ما يقدر. وفي الآخر جهزوا اللغز، وبعد كام يوم جه الميعاد اللي المجموعة بتتجمع فيه عشان يحاولوا يحلوا القضية. ادوا لكل واحد منهم كارت فيه الشخصية اللي المفروض هيمثلها في القضية. جورج كان فرحان بالخطة اللي عملها، وقال لهم إن حل القضية دي هيكون شبه مستحيل. وبعد يوم ما خلص والمجموعة حلوا اللغز وشيري عرفت سلاح الجريمة اللي تم بيها القتل في السيناريو، كانت مبهورة جدا بجورج واللي عمله، وكانت دايما عمالة تسأله هو ازاي وصل للأسلوب ده، وايه اللي ممكن يحصل لو الأسلوب ده استخدم في الحياة الحقيقية لقتل حد. وكان واضح إن شيري بقت مهووسة بالموضوع ده وبالأسلوب اللي جورج قتل بيه الضحية في القصة. جورج كان بدأ يقلق من طريقتها في السؤال، ولكنه في نفس الوقت كان فرحان بالمجاملات اللي كانت بتقولها له، وإن السيناريو بتاعه نجح. وفعلا حكى لشيري على الأسلوب اللي عمله، وإزاي الضحية ماتت في السيناريو، وإزاي المجرم وصل للأسلوب ده، وعن تاريخ السلاح ده على مر العصور. Куда летишь, да кукушечка, ку-ку. وعلى مدار سنة كاملة بعد كده شيري كانت دايما ضيفة في البيت بتاع جورج وديانا، وكانت على طول عايزة تقابلهم وتخرج معاهم وتتكلم معاهم. وكانت معظم الوقت اللي بتكون معاهم فيه كانت بتكون بتتكلم مع جورج، وفي معظم محادثاتهم كانت بتتكلم عن طريقة القتل اللي جورج عملها في السيناريو. جورج كان فرحان بالموضوع وإن شيري شايفة إنه عبقري، ولكن بالرغم من أسلوب شيري غريب إلا إن جورج وديانا ما كانوش قلقانين منها، ولكنهم هيكتشفوا بعد كده إنهم كانوا غلطانين تماما. في شهر سبتمبر سنة 1989، واللي كان بعد 8 شهور من مقابلة جورج وديانا لشيري، ديانا قررت إنها تنقل عيادتها من المدينة وهتفتح عيادة تانية في مدينة قريبة اسمها سيبرينج. المسافة ما بين بيتهم وعيادتها الجديدة ما كانتش قصيرة، وعلشان كده جورج وديانا قرروا يعزلوا للمدينة التانية. وبمجرد ما شيري عرفت الموضوع ده كلمت جورج بسرعة وطلبت منه إنها تأجر بيتهم اللي هيسيبوه في مدينة التورس، وإنها تدفع أي مبلغ هم عايزينه. وفعلا لأن جورج وديانا كانوا مقررين أصلا إنهم مش هيبيعوا بيتهم القديم، وافقوا إن شيري تأجره منهم. وبعد ساعات قليلة من المكالمة دي شيري وصلت قدام بيتهم وخبطت عليه ودخلت. جورج وديانا خدوا باقي حاجتهم اللي محتاجينها من البيت وهم خارجين، وادوا المفتاح لشيري وقالوا لها لو عايزة حاجة تبقى تكلمهم. وبمجرد ما ركبوا العربية شيري سابت كل حاجة في ايديها ودخلت البيت بسرعة. وبعد دقايق كل ضباط الشرطة في مدينة التورس كانوا قدام البيت ده. وبعد ساعة الشرطة لقت حاجة واللي هتكشف عن شخصية شيري الحقيقية ونواياها، وعن ايه اللي حصل لبيجي وعيلتها. Летишь, да кукушечка, ку-ку. Куда летишь, да ты серая, ку-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 ку, кошечка. قبل كام يوم من مرض بيجي حد حط 8 أزايز كوكاكولا في المطبخ بتاعها. الأزايز دول كانوا محطوطين على جنب في رف من المطبخ. وبعد كام يوم عيلة بيجي لقوا الأزايز وما فكروش كتير في الموضوع، وقالوا إن أكيد أي فرد من أفراد العيلة هو اللي جابهم. وفعلا بعد شوية بيجي وعيلتها كانوا بيشربوا من الأزايز دي، ولأن بيجي كان معروف عنها إنها بتحب الكوكاكولا شربت أكتر منهم كلهم. واتضح إن ال8 أزايز دول كان ملعوب فيهم، وكان فيهم كمية كبيرة جدا من المعدن اللي اسمه ثاليوم، واللي ملوش لون ولا طعم ولا ريحة، وهو واحد من المعادن الثقيلة.
واللي بيبقى موجود بكميات بسيطة جدا بشكل طبيعي في الجسم البشري، ولكن لو الكمية دي زادت في الدم بيتحول لسم قاتل. لما دكتور الأعصاب شاف بيجي وافتكر أعراض تسمم الثاليوم، هنا عملوا للعيلة اختبار التسمم بالثاليوم. ومن أعراض التسمم بالثاليوم هو فقدان الشعر وألم بشع في الإيد والرجل وضربات قلب عنيفة. ولما عملوا الاختبار لبيجي ودوين وترافيس كل النتائج كانت إيجابية، وكانت كمية الثاليوم في جسمهم عالية جدا. الأولاد كان عندهم كمية أكتر من الكمية الطبيعية ب20,000 مرة. بيجي كان عندها كمية ثاليوم في دمها أكتر ب50,000 مرة من الطبيعي، وده اللي أدى لموتها. بعد كده كل العيلة اتعمل لهم التحليل وطلع إيجابي، ولكن كان عندهم نسبة الثاليوم مرتفعة بنسبة بسيطة، وحالتهم كانت كويسة بالمقارنة بدوين وترافيس وبيجي. وهنا الدكاترة عرفوا إن العيلة اتعرضوا للتسمم. بعد كده اتصلوا بالشرطة، والشرطة بدأت التحقيق. في الأول كان المشتبه بيه الأول بالنسبة لهم هو بيري جوز بيجي، وده لأنهم كانوا بيتخانقوا كتير، وإنه راح فجأة لرحلة صيد بدون أي ترتيبات في نفس اليوم اللي بيجي عيد فيه، وبرضه لأنه كان شغال في شركة لاستخراج الفوسفات، واللي كان من الممكن إنه يوصل لمواد كيميائية بسهولة. ولكن بعد التحقيق اكتشفوا إنه ما كانش عنده طريقة للوصول للثاليوم، ولأنه شرب هو كمان من الكوكاكولا، فهنا المحققين شافوا إنه سبب كافي إنهم يخرجوه من دايرة الاشتباه. ولكن في واحدة من التحقيقات معاه قال حاجة للشرطة كانت بالنسبة له مش مهمة، ولكن في الحقيقة اللي قاله كان مهم جدا. قال إن قبل 3 شهور من تسمم بيجي العيلة جالها تهديد بالقتل، وإنه لما فتح البريد بتاعهم لقى رسالة مكتوبة على آلة كاتبة، وكان مكتوب فيها إن العيلة لازم تسيب ولاية فلوريدا بسرعة وفي خلال الأسبوعين اللي جايين أو هيموتوا. بيري قال إنها مجرد مسحة وما فكرش في الموضوع، وبدأت الشرطة تدور على الشخص اللي كتب الرسالة دي. وهنا بيجي دور شيري، واللي في الحقيقة ما اسمهاش شيري وما كانتش هربانة من جوزها، واسمها الحقيقي كان سوزان جوريك. وفي الحقيقة هي ما كانتش عبقرية للدرجة اللي تخليها تدخل منظمة منسا، وكل الورق اللي دخلها كان مزور. وفي الحقيقة ما كانتش مهتمة إنها تعمل صداقة حقيقية مع ديانا وجورج، وكان السبب الوحيد اللي خلاها تعمل كده إن هي كانت بتدرسهم، لأن في الحقيقة سوزان كانت شرطية متخفية، واللي الشرطة بعتتها بعد ما اكتشفوا إن ديانا وجورج هما اللي كتبوا رسالة التهديد بالقتل للعيلة. Куда летишь, да кукушечка, ку-ку? واتضح إن ديانا وجورج واللي كانوا جيران بيجي وعيلتها كانوا بيكرهوهم جدا، وده اللي أدى إن ديانا تدخل في خناقات كتير مع بيجي وعيلتها. وبالنسبة لجورج فما دخلش في أي خناقة معاهم، ولكنه كان طول اليوم بيكون مراقبهم من شبابيك بيته. ولما شاف إن مراته متضايقة منهم قرر إنه يعمل حاجة، وهنا كتب رسالة التهديد وبعتها لهم. ولكن لما العيلة ما اهتمتش وما سابوش البيت، جورج اتنقل للجزء التاني من خطته. في الماضي وتحديدا في السبعينات جورج كان اتسجن في سجن فيدرالي، وكان متهم بتصنيع مخدر الميث، واللي جزء من تصنيعه بينتج مادة الثاليوم. وهنا جورج عمل المادة دي وحطها في 8 أزايز كولا، وقفل الغطا بتاعهم بمكنة ضغط، واستنى في مرة لما بيجي وعيلتها كانوا بره، ودخل بيتهم وحط الأزايز في المطبخ. وعلى مدار الأسابيع اللي بعد كده كان بيراقب العيلة في سعادة وهم بيموتوا. جورج ما اعترفش صراحة إنه عمل كده، ولكن سوزان اتأكدت من أفعاله، وخصوصا بسبب السيناريو اللي كان عمله للمجموعة، وده لأن سلاح الجريمة في السيناريو كان ثاليوم، وعلشان كده كانت دايما بتحاول تتكلم معاه عن الموضوع ده. ولما جورج وديانا عزلوا وسابوا بيتهم كانوا سايبين بقية عفشهم في البيت، واللي ادوا مفاتيحه لسوزان، ولكنها بمجرد ما مشيوا اتصلت بباقي الشرطة.
وهنا الشرطة كلها جت وفتشوا البيت، ولقوا في الجراج الأدوات الكيميائية اللي جورج عمل بيها السم، ولقوا كمان إزازة صغيرة فيها ثاليوم. تم اتهام جورج بالقتل من الدرجة الأولى، وتم الحكم عليه بالإعدام. وبالنسبة لديانا ما اتهمتش بأي حاجة لأن ما كانش فيه دليل عليها، وبعد كده اتطلقت من جورج واتجوزت تاني. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة. فلو عجبتك ما تنساش تعمل فولو وريت البودكاست اللي هتلاقيه على جوجل بودكاست، أبل بودكاست، سبوتيفاي، وأي مكان تاني بتسمع فيه بودكاست. أشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله. سلام.